نغير شويه بقى الاسئله بقى عن التمرين، ناخد الاسئله التانيه اللي بتتكلم في المكملات او غيره. احمد صام بيقول الفات بيرنر ليه ميعاد ولا بيتاخد في اي وقت؟ بص يا سيدي، ركز قوي في الموضوع ده، لان الفات بيرنرز بتبقى انواع كتيره جدا، والانجريدينتس بتاعتها او المكونات بتاعتها بتبقى مختلفه. فانت لازم تشوف ظهر العلبه تقلبها وتشوف فيها ايه. لو لقيت اهم عنصر واول عنصر وهو الكافيين بكل انواعه، يبقى تجنب انك تاخدها قبل ما تنام بست ل 8 ساعات، لانها هتقلل جدا معدلات نومك، خاصه مع جزء كبير جدا من الناس. لان في ناس هتقول لك ما انا باخد قهوه وبنام. انت حاله خاصه، مش ده العام او مش ده الشائع. الشائع ان الناس لما بتاخد الحاجه دي قبل النوم بتاثر على الجهاز العصبي عندك، بيفوقك جدا، حاجات كلها منشطه. فبالتالي انت محتاج تاخدها في الصبح او محتاج تاخدها قبل التمرين لو انت بتتمرن الصبح. فالناس اللي بتروح تنام الساعه 12 بالليل وتمرينها الساعه 8 ياخد البري ورك اوت الساعه بتاعه الساعه 7، هو في الغالب مش هيعرف ينام كويس وهيأخر مواعيد نومه، وممكن جسمه يتأقلم على الكافيين بعد فترة. فبالتالي الكافيين دوت بيبقى بالنسبة له تأثيره مش أحسن حاجة أو مش الواو، فبيبتدي بدل ما كان بياخد سكوب واحد بري ورك أوت بقى ياخد 2 سكوب بري ورك أوت أو فات بيرنر. فتاني علشان أنت ما تتوهش مني يا أبو حميد، هقرا الحاجات المكونه للفات بيرنر اللي ورا. لو لقيت فيه كافيين يبقى انا هخليه دايما في الصبح، لو انا بتمرن الصبح او مع وجبه الفطار او بعد وجبه الفطار. طيب، في مكونات تانية بتبقى كلها للاسف، او مش هقول لك كلها، معظمها بنسبه 99% منها ضعيفه، زي عشبه معرفش ايه، بذر البتنجان الرومي، حبة البركة المطحونة تحت جبال القلب، الزبدة اللي مش عارف يعني كلها ايه، عشبة مش عارف مين، من جبال الهيمالايا. فكلها مواد كده ايه، لسه ما اثبتتش الابحاث بشكل قوي وقاطع ان هي بيحصل لها او ان هي بتساعد في حرق الدهون. بعض المواد اللي ممكن تساعدك في حرق الدهون دي هنتكلم عليها ان شاء الله في الفات بيرنينج. ولكن ركز في كلمه ولكن، هي كل معدلاتها في حرق الدهون قد ايه؟ 5 10%، زي الكافيين. اصلا الكافيين لما بتاخد بجرعات كبيره او عاليه بيزود ضربات القلب عندك، ممكن يساعدك انك تحرق دهون اكتر او حاجات زي كده، كلها بنسبه قد ايه؟ 5 10%. ف... فكل الحاجات دي حاجات ثانويه. يبقى اهم واولى حاجه هو 3 حاجات، هاجل الرابع بتاعهم. رقم واحد الدايت، الدايت ثم الدايت ثم الدايت. تاني حاجة معدل الحركة. لو بتعمل دايت وبتعمل تمرين ووصلت مرحلة البلاتو، لازم تراجع معدل الحركة بتاعتك. اكتيفيتي بتاعتك ايه؟ مستحيل ابقى قاعد طول النهار على المكتب 24 ساعة مش بتمرن الا ساعة او ساعة ونص بس في اليوم، واكلي معرفش قد ايه ومستغرب انا ليه مش بخس. لازم هقوم اتحرك وابذل نشاط واعمل مجهود وخطوات في اليوم، اعمل 5000 6000 7000 خطوة في اليوم، فابتدي اتحرك في يومي. يبقى عندي اكتيفيتيز كتيره، مش مجرد التمرين واقعد ال 24 ساعه التانيه على المكتب او في البيت. انا مقدر ان في ناس طبيعتها شغلها مكتبي، وانا كنت من الناس دي وما زلت من الناس دي، ولكن لازم تعدل جزء من اللايف ستايل بتاعك علشان خاطر تكسر الحته بتاعت البلاتو في نزول الوزن. اشترك في تمرين زي البوكسنج او زي الملاكمه او الكيك بوكسنج او الحاجات اللي زي ديت كلها. مش لازم هتروح تبقى بطل اولمبي فيها، لا خلاص احنا سننا كبر عدى القصه دي، ولكن تقدر يبقى جزء من انشطه الفتنس بتاعتك، تزود فيه معدلات اللياقه بتاعتك والصحه القلبيه والكارديو والحاجات اللي زي ديت كلها، خاصه لو انت من الناس اللي بتمل في انك تعمل الكارديو العادي اللي هو التريد ميل والعجله وما اعرفش ايه والكلام اللي زي ده. العب بدل، العب تنس، العب اي حاجه، رياضه من الرياضات اللي هي جنب الجيم تساعدك في انك تحرق دهون اكتر وتتحرك وتعمل اكتيفيتيز اكتر. لو انت ما عندكش الوقت ده، يبقى انا هركز جدا في موضوع الدايت بتاعي، وهركز جدا في تمرين الحديد بتاعي، يبقى الكواليتي بتاعته عاليه جدا جدا جدا، واحاول ادخل معاه كارديو زي العجله او نط الحبل او غيره، بس ندخلها بشكل تدريجي مش بشكل سريع. ووفر لو سمحت فلوسك بتاعت الفات بيرنر، ما تخليهاش الا في اضيق الحدود جدا جدا جدا، الا بقى لو انت عايش بره مصر وجات لك الحاجات ديت هدايا مع الاوردرات بتاعت المكملات، او سعرها كان عليها اوفر ما اعرفش في البلاك فرايداي والوايت فرايداي والحاجات اللي زي ديت كلها، فمش مشكله. بس اهم حاجه تبقى حاجات فيها ايه، معقوله. لكن ده ما يمنعش ان في مكمل او اتنين في الفات بيرنرز ممكن يبقوا نوعا ما فعالين شويه، ولكن لسه محتاجين ابحاث عليهم بشكل مفصل واكبر.